ودي طرق السحب اللي موجودة عندنا: فودافون كاش، اتصالات كاش، اورنج كاش، وباي بال. يا اهلا بيكم، انا محمد ودي قناتكم مدرسة اشباح النت. قبل ما نبدا كالعادة ما تنساش تحط لايك للفيديو ده، ولو انت جديد معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة وتفعل الجرس بأول كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. مبدئيا بدون ايضاح في شرح النهارده هعرفك ازاي تكسب 200 جنيه او 600 جنيه او 1500 جنيه، وممكن تسحبهم على فودافون كاش، اتصالات كاش، اورنج كاش، وباي بال. الاهم من كده ان هي لعبة بتعدي فيها مستويات وبتبتدي تكسب فلوس وتسحبها على المحفظة الخاصة بيك، مش اكتر من كده. ايوه مش اكتر من كده. فيلا بينا مباشرة كده عشان ما نطولش نبتدي ندخل في تفاصيل الجزء العملي. يلا بينا. اهلا بيكم في الجزء العملي. مبدئيا يا شباب هتنزل على اول كومنت مثبت تحت الفيديو ده، هتلاقي رابط هتدوس عليه يفتح معاك الواجهه اللي حضرتك شايفها دي. كل اللي عليك بس من المكان ده ان انت هتبتدي تضغط على كلمه تثبيت الان اللي هي موجوده دي. اول ما اضغط على كلمه تثبيت الان بالشكل ده المفروض ان هو هيحولني على متجر بلاي اللي هو البلاي ستور عندي. بعد كده كل اللي عليا ان انا اعمل انستول للعبه بتاعتي. اول ما بتثبت عندي على الجهاز بتاعي اقول له بلاي اللي هو العب. بعد كده ابتدي انتظر لحظات لحد ما اللعبه تفتح معايا. مبدئيا كده اول ما بتيجي تدخل على اللعبه لاول مره هتبتدي ان هي يطلب منك تسجل بالفيسبوك الخاص بيك او تسجل ببريد الكتروني اللي هو الجيميل بتاعك. هتبتدي تسجل بالبريد الالكتروني، اسهل لك واسرع لك وامن لك. جميل جدا. هتفتح معاك اللعبه بالشكل ده، تقول له هنا اي سي. خليني اقول لك كده من الرابط اللي انا سايبه لك عشان ما ننساش. هتبتدي تحصل هنا على 20 جنيه ودي بتساعدك ان انت توصل للحد الادنى للسحب اللي هو 200 جنيه. فخليني اعرفك ازاي بتكسب الفلوس بطريقه سهله وبسيطه جدا. لو عايزين سكريبت للعبه دي نجمعوا بيه عملات رقميه اللي هي العملات المعدنيه دي، او تجمعوا بالفلوس دي بمنتهى السهوله كده بدون ما تدخل على اللعبه اصلا، فعرفوني في كومنتس اسفل الفيديو ده. عادي احنا عنينا ليكم. خلينا دلوقتي اللعبه فتحت معانا باللغه الانجليزيه اللي هو الانجليش. هنبتدي كل اللي من هنا نضغط على الصوره دي. بعد كده نبتدي ننزل لتحت ونروح هنا على حاجه اسمها لانجويج سيتنجز اللي هي اعدادات اللغه بتاعتي. بعد كده اختار منها العربيه اللي هو كلمه عربي. بعد كده تقول له شور اللي هو بالتاكيد. فكل اللي عليه مباشره اللعبه هتعمل ريستارت معاك او هتعمل اعاده تحميل. بعد كده تبتدي تفتح معاك بالشكل ده ويقول لك تم ترقيه قناه السحب هنا ولا داعي للانتظار، وهتبتدي تسحب فلوسك مباشره بدون ما حضرتك تنتظر ناس او ادوار زي لعبه كريزي هيرو اللي كنا شرحناها قبل كده. دي كريزي بيرد، نفس اللعبه نفس المميزات نفس كل حاجه شرحناها قبل كده، بس بتختلف في المسميات وفي طريقه العمل بتاعتها من جوه. فركز معايا بقى عشان تبتدي تكسب منها بمنتهى السهوله. خليني اقول لك يا عزيزي الشبح دلوقتي ان انت مطلوب منك شويه حاجات بسيطه. اول ما هتدخل على اللعبه بالشكل ده هتلاقي حاجه هنا اسمها في اي بي 1. هنبتدي تدوس عليها. فهتلاقي هنا ان انا انضاف لي خلاص في اي بي 1. فكل اللي عليا من هنا ان انا اقول له يستلم. فالمفروض انضاف لي 3100 اللي هو في حدود 3 جنيه على المبلغ بتاعي. ركز هنا ان انا معايا قد ايه. معايا هنا بقول لك الاوراق النقديه المجمده اللي هو 3100. هتقول له هنا ذوبان بالشكل ده. ركز معايا ركز معايا ان الحاجات دي مهمه. وبعد كده هنا هتضغط على كلمه ذوبان مره ثانيه. يعني ايه ذوبان؟ هتقول له بقى حول لي الفلوس المجمده دي لفلوس بقى في الحساب الخاص بيا. هتقول له هنا كلمه ارى بالشكل ده. خلاص على كده المفروض ان الفلوس بتاعتنا اتحولت فين؟ اتحولت لحسابنا بالشكل ده. جميل جدا. هنا هتقول له ذوبان مره ثانيه ومفيش اي حاجه دلوقتي. هنا بقول لك باقي اموال مجمده. هنا لسه لحد الان بقى مفيش اي حاجه ثانيه في عندنا. هنا ممكن نعمل لها ذوبان ان احنا نضيفها الحساب مباشره. هنا طبعا اللي هو بيقول لك الفلوس المجمده اللي فاضله دي اللي هي باقي الفلوس بتاعتك اللي موجوده هنا دي. ما عليك انت اي حاجه يجي لك هنا على ذوبان تعمل لها ذوبان. ذوبان اللي هو بتفك يعني التجميد بتاع الفلوس على اساس ان هم مجمدينها، يعني حسيتك اللي هو شغال في بنك او في بورصه مجمد لك الفلوس بتاعتك. فما علينا من الكلام ده. خلينا دلوقتي بقى نتعرف على اللعبه بشكل افضل. هنا طبعا خلصنا الفي اي بي 1. هنبتدي ننزل على المربع اللي تحته ده اللي مكتوب عليه 1500. ايه ال 1500 ده؟ بص عزيزي هقول لك على حاجه بسيطه جدا. كل اللي عليك من هنا بقول لك كسب النقاط عن طريق المهام او القيام بالمهام. فكل اللي عليك من هنا هتقول له الاكمال بالشكل ده. ايه الاكمال بقى؟ بقول لك كل يوم عايزك تدعي 3 اصدقاء والتحميل واللعب اللي هي الالعاب وتشاهد فيديوهات. وهنا المهام التفاعليه واجتياز مستويات والوقت عبر الانترنت. الوقت عبر الانترنت ده الوقت اللي انت بتقضيه ان انت فاتح اللعبه فيه. جميل خالص. وهنا دعوه الاصدقاء عرفك بتدعيهم منين. والاهم من كده بقى خلينا في شاهد الفيديو لتحصل على الفوائد. هنا نقول له الانهاء بالشكل ده. فالمفروض حاليا ان هو هيبتدي يفتح معانا اللعبه. احنا لحد الان لسه ما شرحناش اللعبه من الداخل. احنا دلوقتي بنبتدي نعمل ايه؟ المفروض حاليا ان هو يبتدي نضغط على تحميل فيديو. فهنبتدي ننتظر لحظات بيعمل لودنج دلوقتي على ما يبتدي يحمل لنا فيديو ان احنا نبتدي نسمعه. طيب دلوقتي وليكن مثلا الفيديوهات عندي عشان تحصل مشاكل مع بعض الناس. الفيديوهات عندي باجي مثلا ان انا اشغل اي فيديو ما بيرضاش يحمل معايا وبيطول بالشكل ده. هو هنا بيطول المفروض عشان بيجيب لك فيديو على حسب الهوايات الخاصه بيك. وليكن مثلا الفيديو اللي هو يختاره على حسب الشبكه بتاعتك. فودافون مثلا في اعلان لفودافون، اتصالات مثلا في اعلان لاتصالات، وهكذا. يعني هو بيجيب لك اقرب اعلانات او الحاجات اللي انت بتبحث عنها دايما. فهو بيبتدي يعمل لك سيرش على الشبكه الخاصه بيك لحد ما بيوصل للاعلان. واوقات بيكون في مشكله في الاعلانات نفسها من كتر الضغط عليها او التحميل عليها، فبتبتدي تعمل معاك لودنج بالكميه الكبيره والوقت الطويل ده. فكل اللي عليك مننا ان انت هتخرج. بعد كده هتقول له اب انفو بالشكل ده اللي هي معلومات الابلكيشن. بعد كده هتقول له كلير داتا اللي هو حذف بيانات الابلكيشن. بعد كده كل اللي عليك ان انت بتبتدي تدخل عليه من جديد مره ثانيه.
وبعد ما اللعبه تفتح معاك مره ثانيه بالشكل ده بتروح تسمع الاعلانات بتاعتك، هتلاقيها اشتغلت معاك من غير اي مشاكل. خلينا نكمل بقى دلوقتي الحاجه اللي هي مكتوب عليها جلد، اللي هو جلد الكتاب اللي هو ظاهر قدامك ده. المفروض حاليا ان انت بتستخدم الصوره بتاعتك اللي هي موجوده هنا، في حاله ان اي حاجه فتحت من دي من خلال مشاهده اعلان بتبتدي تضيف الصوره اللي حضرتك محتاجها. لو حضرتك مش محتاج تسمع اعلانات مفيش مشكله، ركز معايا بقى لان اهم حاجات جايه بقى. كل علينا هنروح على الكلمه المكتوب عليها 300 تحت او على الكاس دي، وهنا طبعا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ادعو 5 اصدقاء يوميا وشاهد فيديوهات واكمل المهام التفاعليه واجتاز مستويات. يعني المستوى ال20 هنا بيديك عليه 10 جنيه. جميل خالص، يعني انت هتلعب اللعبه دي من هنا لحد ما توصل لمستوى 20 هيبتدي يديك 10 جنيه. جميل خالص. خلينا نروح للي بعده من المكان ده. فين المكان ده؟ المفروض بقى بقول لك برضه ادعو اصدقاء وشاهد فيديوهات عشان يفتح معاك صندوق الكنز بتاعك ده وتبتدي ان انت تكسب منه فلوس. هنا المفروض شخص اللي هي الاخيره دي، وكل اللي عليك من هنا ان انت بتاخد رابط الاحاله بتاعك من هنا، بتقول له ادعو الان، بعد كده بتقول له نسخ المحتوى، بعد كده بتاخد الرابط بتاعك ده وتبعته لاكتر من شخص يسجله من خلالك. انت حضرتك بتاخد 20 جنيه وهو كمان بياخد 20 جنيه. جميل خالص. طريقه اللعب سهله وبسيطه جدا بقى عشان تبتدي تكسب فلوس من غير ما تدعو اصدقاء ومن غير ما تعمل الوش ده كله. كل اللي عليك بس ان انت تضغط على كلمه ستارت من المكان ده. فايده اللعبه دي انت بتعمل ايه؟ شايف عداد الوقت ده؟ لازم تنهي المستوى بتاعك ده قبل ما عداد الوقت ده ينتهي. ازاي الكلام ده؟ ليك هنا 5 حركات تعملهم، فانت لازم تنقل الطائر بتاعك ده من هنا لهنا. ازاي؟ هتضغط لفوق كده فنط الطائر، اللي بعده نط الطائر، اللي بعده نط بالشكل ده. شايف هنا المسافه بعيده فلازم تطول ايدك بالشكل ده اللي هو ينط صح. حاليا المفروض هنقول له العوده للصفحه الرئيسيه، احنا خلاص خسرنا. تقول له نط يا عم الحاج. ادي اللي بعده بالشكل ده. شايف حضرتك كل مره تحس ان المستوى بيتغير، بس كل ما المسافه بتكون بعيده حاول ان انت تطول في ايدك بحيث ان هو ينط بعيد. يا ريت الفكره تكون وصلت بالشكل ده. وهنا هنبتدي نخليه ينط مره ثانيه بالشكل ده، وهنا وقع برضه يعني ما تعرفش فيه، فهنا خلينا ننط وقع برضه. فانت زي ما حضرتك شايف اللعبه سهله وبسيطه جدا، بس انا اللي ماليش في الالعاب قد كده يعني. انا بشرح لك حاجه قد تكون ليها فايده معاك انت، بس بالنسبه لي انا ما بحبش الالعاب عموما. فخلينا هنا نعدي اي مستوى كده، فخلينا نطير بعيد كده. طبعا الطير بتاعي ده تعبان شويه، مرهق شويه، ممكن الطير بتاعك انت يكون كويس عن الطير بتاعي. فخلينا نشوف كده، وهنا نقول له طير. طبعا الطير بتاعي زي ما قلت لك هو مرهق شويه، تعبان شويه يعني من مزارع بلدنا الطير ده، فعشان كده هو تلاقيه مرهق شويه، بس هو كويس يعني. هو هيجي دلوقتي وتلاقيه عدى اي مستوى يعني، فاهم ازاي؟ ما علينا احنا من الكلام ده، فقول عليك بس ان انت بتعدي مستويات، احنا لازم نعدي مستوى في اللعبه، امال هنعمل ايه يعني؟ فخلينا نقول له نط. فالطير برضه عنده مشكله لحد الان، الطير بتاعي تعبان شويه، شكله ما نامش من امبارح. خلينا نوقف الصوت كده. جميل خالص. وزي ما حضرتك شايف حاول بقى، انا اكتشفت دلوقتي يعني زي ما حضرتك شايف هنا بتبتدي بقى تاخد ال 40 عمله. ال 40 عمله دي عشان تحصل عليها لازم تقول له من هنا يستلم، لازم تقول له ايه؟ يستلم، وتبتدي تنتظر لحد ما الاعلان يبتدي يتحمل معاك. طيب الاعلان ما تحملش معايا عادي، هتاخد النقاط بتاعتك برضه. هتنط من هنا، بعد كده هتنط مره ثانيه بالشكل ده على اللي بعده، بعد كده خلينا من هنا ننط نطه طويله، وهنا برضه نطه طويله، بس احنا خلاص كده فلت مننا المستوى ده عادي ما فيش مشكله. احنا معانا دلوقتي المفروض 160 عمله معدنيه، فعادي. فحاول تطول في ايدك وانت بتنط، يعني حاول اللفه بتاعتك نفسها ومن تحت لفوق بتكون على مسافه بعيده بحيث ان الطير يقدر يوصل معاك، ما يكونش مرهق زي الطير بتاعي ده، فاهم ازاي؟ فالطير بتاعي الحمد لله من مزارع بلدنا وبدا يشتغل. فهنا تقول له برضه يستلم مره ثانيه بالشكل ده. المفروض حاليا ان في مشكله في الاعلانات، يعني الاعلانات حاليا زي ما حضرتك شايف فيها مشكله. جميل جدا. المهم بقى الاعلانات بعد ما تعمل كلير داتا مره واثنين وتراستر الراوتر بتاعك هتلاقي ان الاعلانات بدات تشتغل عندك. خلينا دلوقتي بقى نروح لطريقه السحب بتاعتنا. كل اللي عليك يا عزيزي في سحب من هنا من العملات المعدنيه، وفي سحب تاني على الفلوس. العملات المعدنيه دي بتوصل في نفس الوقت اللي انت بتسحبها فيه. كل اللي عليك من هنا خلينا نروح كده على العلامه المعدنيه اللي موجوده فوق دي وندوس عليها. اول ما تدوس عليها بالشكل ده هنا المفروض ان انت اقل حاجه للسحب عندنا اللي هو 5 جنيه عشان تبتدي تسحب ال5 جنيه بتاعتك دي. كل اللي عليك بس يا عزيزي ان انت لازم يكون معاك في رصيد حسابك هنا 5 جنيه. بعد كده هتقول له سحب كل شيء، فهنا هتبتدي تضغط عليه. هنا بقول لك طبعا اقل حاجه للسحب 5 جنيه وانا مش معايا المبلغ ده، فانت بتحدد طريقه السحب من هنا اللي هي فودافون او اتصالات او اورنج او بيبال، وبتكتب الرقم بتاعك اللي هتستلم عليه الفلوس والفلوس بتوصلك في ساعتها. فدلوقتي بقى انت خلاص سحبت دي ومعاك فلوس هنا ثانيه ممكن تسحبها عادي ما فيش اي مشكله، بس ليك مره واحده بس بتسحب فيها في اليوم الواحد. اول ما يوصل معاك عداد الفلوس، طبعا الفلوس بتاعتك فين؟
خلينا نرجع. عداد الفلوس بتاعك ده ملوش علاقه بالعملات المعدنيه دي، انا بكرر تاني. بعد كده عداد الفلوس بتاعنا معايا هنا المفروض 3 جنيه و120 قرش، اللي هو 3 جنيه و12 قرش باريزه يعني. فكل عليا من هنا اول ما يوصل الحساب بتاعي 200 جنيه او 600 جنيه او 1500 جنيه، كل عليا من هنا ان انا اختار طريقه السحب بتاعتي بالشكل ده، وبعد كده اقول له سحب المال، وابتدي اسحب الفلوس بتاعتي وهتبتدي توصلني. طبعا لو عايزين سكريبت للعبه دي عرفوني في كومنتس في الفيديو ده، وان شاء الله الفيديو الجاي بالتفاصيل اعرفك ازاي تسحب الفلوس بتاعتك وهسحبها معاك في خلال الفيديو. فالعمليه سهله وبسيطه جدا، ولو عندكم مشاكل برضه في تحميل الفيديوهات بتاعت اللعبه عرفوني وانا اعرفكم برضه تحلوها، واعمل سكريبت اصلا يقنع اللعبه ان هو بيعدي الفيديوهات دي، مع انه اصلا ما مشيتش فيديوهات ولا اي حاجه، ويبتدي يضيف لك النقاط بتاعتك ويبتدي يضيف لك فلوس كمان في اللعبه الخاصه بيك. هسيب لك رابط تحميل اللعبه في اول كومنت مثبت تحت الفيديو ده، ما تنساش تدعم الفيديو بلايك، لو انت جديد معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب، وما تنساش تكتب كومنت تحت الفيديو ده بالشبح في المدينه عشان تكسب معانا في احد الفيديوهات بتاعتنا الجايه. اشوفك في الفيديو الجاي على خير، سلام يا قمر.